مرحبا. وصفتنا اليوم وصفة كتير طيبة، وصفة الكبة بسماقية. ويلا نشوف شو هي المكونات. بالبداية بنحتاج 3 لتورة مي، ونضيف لها نصف كيلو سماق حب أو ناعم. نحركهم منيح ونخليهم على النار يغلوا مدة ربع ساعة. بدي فور على اللحمة، بحتاج كيلوين لحمة بعضمه أو حسب شو متوفر عندكن. راح ضيفلها لترين مي، وفيكن تضيفوا أي منكهات عطرية بتحبوها. أنا ما راح أستخدم أي منكهات عطرية، راح أكمل تفويرها حتى أشيل الزفرة. بهاي المرحلة راح أصفي السماق. بنضيف لها 3 معالق كبار دبس بندورة. راح أضيف مية السماق اللي حضرناه مسبقا فوق اللحمة لحتى تاخد استواءها. لبين ما تنسلق عندي اللحمة راح ندعبل الكبة. طبعا راح انزل طريقة الكبة ان شاء الله. الكمية كيلو برغل. وطبعا ما لازم تكون حجم الكبة كتير كبير، لازم تكون صغيرة. وفيكن كمان حتى تحشوا الكبة حسب الرغبة. وهي الكمية طلعت عندي من كيلو البرغل. بدي فور على الكبة، بنحتاج للتر مي ونضيف لها معلقة ملح. ولازم تكون المي عم تغلي لما بدنا نسقط الكبة. بنفور عليها 5 دقايق وبنرفعها عن النار. فيكن تحطوها بمصفاية أو فيكن تحطوها على بشكيرة مطبخ تكون نظيفة. بنحتاج كيلوين باذنجان وبنقطعهم بحجم كبير.
من بعد ما استوت عند اللحمة وتأكد من استوائها راح تضيف لها الباذنجان. بنضيف لها معلقة كبيرة توم مهروس، معلقتين نعناع يابس، معلقة كبيرة ملح، نص معلقة بهار حلو. نتركها عم تغلي على النار مدة 20 دقيقة أو حتى تاخد استوائها. أخدت معي استوائها 20 دقيقة. لاحظوا حبة الباذنجان لساتها محافظة على شكلها. وهي النتيجة، عن جد من أطيب الأكلات الكبة بسمائية. بتمنى تجربوها. إذا أنتوا جداد على هالقناة لا تنسوا من اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.